السلام عليكم. اول حاجه، جو جميل النهارده الصبح، كده في شبوره جامده. بس أنا عايز اتكلم معاكم في حاجه. اول حاجه انا عايز اشرح لكم انا الفيديوهات دي انا بعملها ليه. انا شايف ان في بعض المشاكل الموجوده في البلد، ومن رأيي أنا المشاكل دي ممكن تتحل بحاجات بسيطة، أخلاقنا، طريقتنا في التعامل، بعض القرارات البسيطة من الحكومة فعلا تعمل فرق، وهتحسن الحياة للناس كلها. يعني فأتمنى إن الرسالة بتاعتي توصل لكل المسؤولين وكل الناس، إن هم يعملوا الحاجات البسيطة دي اللي هتعمل فرق إن شاء الله كبير في البلد. النهاردة عايز أتكلم معاكم على مشكلة حاصلة في مصر بقالها كتير، بس هي ظاهرة، بس هي دلوقتي بقت منتشرة بطريقة مش طبيعية، وألا وهي الشحاتة. الشحاتين دلوقتي موجودين في كل كورنر وكل حتة موجودة في البلد. الفكرة ان الناس دي غالبا نسبة 99% ما بتبقاش محتاجة، ده بالعكس، ده هم اغنى مني ومنك ومنك ومن الناس كلها. انا مثلا حصل معايا، عايز احكي لكم على كام موقف كده. اول حاجة، في جنبنا هنا في ميدان صغير كده، عارفين انتوا الاشارات اللي بتبقى جوه الميدان كده. فالمهم واحد على طول دايما هناك، راجل كبير بس مش عجوز، يعني مثلا خمسينات اوائل الستينات حاجه كده، تلاقيه ماشي وعمال يعمل للناس كده. طيب انا شايفك بعيني، اولا انت ماشي عمال تحكي كده ومش عارف، بس شايفك بعيني، او بعد كده رحت اول ما الاشاره فتحت انت فارد ظهرك وراجع لمكانك تاني. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا شايفك برضو بعيني، كنت نازل بدري بوصل الولاد المدرسه، ولاقيه نازل لي من ميكروباص. طيب يعني معنى كده ان انت ساكن بعيد، واما تبقى ساكن بعيد وجاي ميكروباص دافع فيه الله اعلم كام، واكيد هاخد مواصله او مواصلتين، فدافع على الاقل 15 20 جنيه عشان توصل للحته دي. طيب الفلوس دي انت جبتها منين؟ وهل يعني انت المكان اللي انت فيه ده مربح بالنسبه لك؟ لان لما ترجع تاني هنا، لو انت فعلا محتاج، انت في اي حته هتبقى فيها هتسال من الناس انها تاخد منها فلوس. بس لما تيجي في المكان ده بالذات، معناه ان ده مكان شغلك، دي مش احتياج فانت بتطلب من الناس، لا ده انت بتشتغل هنا. ف يعني دي حاجة حصلت معايا، ومش عارف يعني بصراحة اقول ايه. الحاجة التانية من اللي حصلت معايا من زمان، من حوالي مثلا 24 سنة حاجة كده. كنت لسه صغير ورايح الشغل، فالمهم وانا في الحتة اللي انا كنت شغال فيها في 6 اكتوبر، كانت يعني حتة فيها صحراء كبيرة لسه ساعتها في 2000 2001 حاجة كده. فالمهم باخد جاي عند تقاطع، فباخد عشان اخد شمال، لقيت واحد بيوقفني، راجل محترم وكبير، حاجه و40 سنه مثلا كده، انا كنت ساعتها لسه حاجه و20 سنه. فبيوقفني كده في السكه وبيقول لي: يا ابني انا والله مش بشحت، لا وبيحلف، انا بس كنت عايز بقول لك، انا مش عارف من الفيوم باين كان، ولا مش عارف منين، ومعيش فلوس وعايز ارجع اروح، ومش عارف ايه، وانا محتاج وبس اي حاجه عشان اقدر اخد الميكروباص للبلد، وانا مش بسأل مش بشحت، وانا مش عارف ايه. راجل صعب عليا بصراحه. فكان اياميها بقى، فقمت حاطط ده في جيبي، ببص كده لقيت معايا مثلا 50 جنيه ولا حاجه، قمت مديله 10 جنيه. ساعتها 10 جنيه، الفيوم كانت ب 3 جنيه ولا 4 جنيه حاجه كده. فاديته 10 جنيه كله حاجه مش عارف ايه، ويتوكل على الله على بلده، وخلاص كبرت دماغي. يعني المهم، بعدها مثلا بست 7 اشهر، رايح نفس الطريق، طريق شغلي، فرايح ماشي في نفس الطريق ونفس حاجه وكل حاجه، وببص لقيت نفس الراجل، ولقيته بيشاور لي، وبعد كده حكى لي نفس القصه. انا طبعا بصيت له كده، قلت له: انت مش مكسوف على نفسك؟ السلام عليكم، سايبه وماشي. يعني فبقول لكم الناس دي واخداها مهنه، مش وهو نصب، بيضحك عليك، بيستغل عطفك. فاللي انا بحاول اوصله للناس، ان هو ما تدوش الناس دي فلوس. في منظمات وفي مؤسسات وفي حاجات، او حد انت متاكد ان هو فعلا محتاج، دول اولى بالفلوس اللي انت بتطلعها، عشان الناس دي نصابه وحراميه. ده مش احتياج، دي سرقه، بيسرق منك
فلوسك وبيسرق منك مجهودك وهو واقف ما بيعملش حاجه. غير طبعا واحد وقفني برضو من اسبوعين كده ولا حاجه، انا بطلت بصراحه ادي فلوس لحد، لان بجد اكتشفت ان هم ما يستاهلوش، في ناس اهم منهم اكتر منهم محتاجين، في طرق تانية ان انت تقدر تدي. واحد موقفني من اسبوع وكنت ماشي في الشارع وخلاص بجيب جاز، يعني صحيا طبعا الواحد ما بقاش زي زمان، فلقيته بيوقفني بيقول لي والله انا عايز اقول لك الحاجه، انت مش عارف ايه، وانت راجل محترم علشان وقفت لي وبتكلم معاك ومش عارف ايه، انا عايز اقول لك حاجه وانت راجل ابن ناس وانت وانت وانت. طب قلت له اهلا وسهلا، عايز ايه، محتاج ايه؟ قال لي انا بنتي هتتجوز وانا محتاج مش عارف 500 جنيه واصل انا مش عارف. قلت له بص بقول لك انا تعبان ومش قادر ومعيش فلوس، السلام عليكم، سابه وماشي. ف يعني ارجو ان الناس ما تنخدعش بالناس دي، ونبطل. لو هم طول ما هم بيعملوا كده معناه ان هم بياخدوا فلوس، بيعملوا فلوس، فطول ما هم بيعملوا فلوس مش هيبطلوا، ده بالعكس هيزودوا. فانا اللي انا بطلبه الناس، ارجوكوا بطلوا تدوا الناس دي فلوس. معلش انا طولت عليكم الفيديو ده، بس اتمنى رسالتي توصل، واتمنى ان الناس تبطل تدي فلوس للناس الشحاته اللي واقفه في الشارع دي. وفي حاجات كتيره تانية انا عرفتها وبلاوي، يعني مثلا الناس اللي واقفه في الشارع اللي هم اللي بالكناسين وكده، في معظمهم مثلا مش كناسين، بيأجروا الهدوم بتاعت الشغل علشان يشحتوا بيها. فاتمنى ان انتم ما تدوش الناس دي حاجه. معلش اسف طولت عليكم، وصباح الخير، السلام عليكم.